الماء ليس مجرد عنصر نستهلكه يومياً، بل هو أساس الاستقرار الفيزيائي لجسم الإنسان. فماذا يحدث للجسم فيزيائياً وزمنياً إذا توقفنا عن شرب الماء؟ خلال الساعات 24 الأولى يبدأ حجم السوائل في الجسم بالانخفاض، خصوصاً بلازما الدم، مما يؤدي إلى زيادة لزوجة الدم وصعوبة جريانه داخل الأوعية. في هذه المرحلة تقل كفاءة انتقال الطاقة والمواد داخل الجسم. بعد مرور يوم إلى يومين يبدأ اختلال توازن الشوارد مثل الصوديوم والبوتاسيوم، وهو ما يؤثر مباشرة على الإشارات الكهربائية في الأعصاب والعضلات. فيزيائياً تبدأ فروق الجهد عبر الأغشية الخلوية بالاضطراب، وتقل السعة الحرارية للجسم فيصبح أقل قدرة على تنظيم درجة حرارته. مع دخول اليوم الثاني إلى الثالث تتعطل آلية التبريد بالتعرق بسبب غياب الماء، فينهار نظام التبريد القائم على التبخر، ونتيجة لذلك ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل غير منضبط، ويحدث هبوط في ضغط الدم بسبب نقص الحجم الكلي للسوائل. بعد 3 إلى 5 أيام يصل الجسم إلى مرحلة حرجة، حيث تفشل الكلى في أداء وظيفتها لعدم توفر الوسط المائي اللازم للترشيح. تتراكم السموم في الدم، وتتوقف العديد من التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تعتمد أساساً على وجود الماء المذيب. في المرحلة الأخيرة ما بين 5 إلى 7 أيام تنهار الإشارات الكهربائية للخلايا العصبية، ويفشل القلب في الحفاظ على انقباضه المنتظم، ويتوقف الدماغ عن العمل. هنا يتحول الجسم من نظام فيزيائي منظم إلى حالة فوضى حرارية وكهربائية، وتنتهي الحياة. الخلاصة العلمية هي أن جسم الإنسان نظام حراري كيميائي مفتوح، والماء هو العنصر الأساسي الذي يحافظ على توازنه. غياب الماء لا يؤدي فقط إلى خلل بيولوجي، بل إلى انهيار في القوانين الفيزيائية التي تسمح للجسم بالعمل. لهذا السبب لا يمكن للحياة البشرية أن تستمر دون ماء، فقبل أن يفشل الجسد تفشل الفيزياء.